vai ganhar tudo. هيفوز بكل شيء. بعد موسم سيء جدا من النادي الاهلي وخسارة الدوري والكاس لصالح المنافس اللي هو الزمالك وخسارة دوري ابطال افريقيا لصالح الوداد، الخطيب بيقرر قرار مصيري جدا هيغير مسيرة النادي الاهلي كاملة، وهو التعاقد مع المدرب المتقاعد لمدة 2 سنين، المدرب السويسري مارسيل كولر. خلينا نخش في الفيديو على طول. انا نور واهلا بيكم في NEU. كولر المدرب اللي اشهر حاجة دربها كانت منتخب النمسا اللي وصل بيها المراكز متقدمة جدا على مستوى المراكز بتاعة المنتخبات في العالم. كولر اللي خلال مسيرته التدريبية كاملة ما حققش غير 4 بطولات فقط. كولر المدرب اللي قعد 2 سنين قبل ما يجي النادي الاهلي بدون تدريب اي فريق او اي منتخب، علشان كان بيتعالج من اصابة قديمة كانت حصلاله وهو لاعب. كولر اللي كان عليه علامات استفهام كبيرة جدا، يعتبر مدرب مغمور مش معروف جامد قوي، وجاي يدرب اكتر فريق تتويجا للبطولات داخل القارة الافريقية وداخل مصر، فكان عليه علامات استفهام كتيرة جدا. ما كانش معروف اذا كان هيكمل بشكل كويس ولا كانت الدنيا هتعك معاه، عشان ملوش اسم كبير زي مارتن يول اللي كان جه درب الاهلي قبل كده، كان مدرب توتنهام. انت دربت ايه؟ كولر كان قدامه مهمة صعبة جدا مع النادي الاهلي بسبب حاجتين الحقيقة. اول حاجة ان هو لازم يرجع الفريق اللي مرمي على الارض ده لامجاده تاني، لان هو خارج بموسم يعتبر موسم صفري. الحاجة التانية وهي ان هو المفروض على الاقل، مش هقولك يتفوق على بيتسو موسيماني، بس على الاقل يتوافق معاه، يبقى هما الاتنين على الاقل على نفس السطر، عشان خاطر النادي الاهلي ما بيقبلش بالمركز التاني. مش هقولك ان هو يخسر، ما بيقبلش ان هو يكون المركز التاني، وده اللي خلاه في مهمة صعبة جدا عليه. الحقيقة ان انا وجمهور الاهلي تقريبا كله كنا محتاجين بس على الاقل الدوري وكاس كاثبات كفاءة من كولر ان هو يقدر يدرب الاهلي، وفي نفس الوقت عشان خاطر ترجع البطولتين اللي غايبين عنك يعتبر 2 سنين. فانت محتاج على الاقل تثبت كفاءة، مش لازم تبقى عامل شيء عظيم، بس على الاقل تثبت ان انت جدير بتدريب الفريق ده. ولكن كولر قرر ان هو القارة الافريقية باكملها ومحليا كمان. البداية كانت في الدوري، يعني كان في شوية ماتشات فيها مكاسب وماتشات تانية فيها تعادل، الى حد ما كولر كان لسه بيعرف الفرقة اللي هو بيدربها دي، بيعرف لسه اللعيبة، لغاية اما جاله اول اختبار حقيقي وهو ماتش الاهلي والزمالك في السوبر. الحقيقة انا مش محتاج اتكلم عن الماتش ده، الماتش كان الى حد كبير جدا كان في المتناول، والاهلي كان عارف يمسك كورة طول ال90 دقيقة. اكبر دليل على كده ان انت ما وصلتش الاكسترا تايم، انت كسبان طول ال90 ده انت كسبان 1-0 لغاية الدقيقة الاخيرة لما كريم فؤاد جاب الجون التاني. بس ما كانش الماتش التقيل قوي، بس الى حد ما كولر بيثبت نفسه ان هو على الاقل قادر يلاعب المنافس التقليدي للنادي الاهلي، وبيكسب معاهم اول بطولة ليه في مسيرته التدريبية داخل النادي الاهلي، علشان بعدها كولر يخش في اختبار الى حد كبير هو صعب. كولر بيروح بالنادي الاهلي لكاس العالم في المغرب. بعد ما الوداد اصبحت هي بطلة افريقيا، ولكن كاس العالم هيتعمل في المغرب، فالوداد حاليا دلوقتي بقى هو باسم المغرب، انما الاهلي هو اللي هيبقى جاي باسم افريقيا كلها. فهو عليه عبء كبير لانه هيبتدي من اول الدورات التمهيدية، من اول ماتش، مش زي السنة اللي فاتت انت بتخش من ربع النهائي على طول، لا انت هتخش على طول من اول ماتش في البطولة. وهنا على طول الاهلي يخش يكسب 3-0 اوكلاند سيتي، وبعدها على طول يخش على سياتل ساندرز عشان تكسبها 1-0. كان ماتش رخم جدا، بس ده مش عيب من سياتل مثلا فرقة تقيلة، هو العيب كان من اللعيبة عشان اللعيبة كانت الى حد كبير جدا كانت بتتمرقع، بس كسبنا 1-0 علشان بعدها يجي الاختبار الحقيقي لكولر مع الاهلي، وان هو
بيلاعب ريال مدريد. الحقيقي كولر عمل عكس ما انا كنت متوقع. الحقيقة هو فتح الملعب قدام ريال مدريد لدرجة ان انت كنت واقف ند لند مع اكبر فريق في العالم واحسن فريق في العالم على الاقل في الوقت ده. فانت بتلعب دلوقتي ريال مدريد وانت فاتح الملعب بنسبة كبيرة. مش هقول لكم ان انت كنت يعني منطلق، بس كنت الى حد كبير فاتح خطوطك وبتجري علشان خاطر عايز تهاجم. ولولا الرعونة من اللعيبة بتاعتنا، ولولا الرعونة من محمد شريف، ولولا الرعونة من محمد مجدي قفشة، كان زماننا متعادلين مع ريال مدريد على الأقل 2-2 والماتش كان هيتقلب. بس عكس سير اللقاء تماما، الماتش يخلص 4-1 بعد تصدي الشناوي لضربة جزاء مودريتش اللي كانت هتقلب الماتش ل3-1 بس بسبب الدفاع العبيط من ديانج ومحمود متولي. الماتش يخلص ب4-1 عكس سير اللقاء تماما، علشان بعدها الاهلي يلعب مع فلامينجو على تحديد المركز الثالث والرابع. والى حد كبير انت كنت ماسك جزء كبير جدا من الماتش، كنت كسبان 2-1 لغاية ما تحصل المدعكة الغريبة جدا اللي كانت من الحكم كان بيحسب عليك ضربات جزاء في الهواء. طرد منك خالد عبد الفتاح في طرد غير يعني منطقي على الاطلاق. بس مش هنعلق على شماعة الحكام وكده، لا اللعيبة فعلا كانت لغاية اخر دقيقة. الحقيقة هما جابوا الجون التاني او الجون بتاع عبد القادر، الجون الجميل جدا، وبعد كده دخلوا في توهة كبيرة جدا. كل واحد ما كانش عارف هو واقف فين، وإليو ديانج بيرجع الكرة للشناوي عشان تتقطع وتخش جون، وحاجات غريبة كده كانت بتحصل ما كانتش منطقية. بس على الأقل انت طالع مركز رابع جوه البطولة دي اللي هو رابع عالم. كان شكل للفريق كل يوم بيتحسن، كان في تغيير فعلا في الفريق تحس ان هو مختلف، كانت في حاجات كتير بتحصل. محمد هاني بقى بيبان اكتر بعد اصابة اكرم توفيق وكريم فؤاد كمان. محمد هاني بقى واخد الدور بتاعه في الملعب بجدية، خرج من مرحلة ان هو ناشئ بقى لعيب بجد زي ما طور في باقي الفريق الحقيقة. ولكن بتيجي افريقيا والاهلي بيخسر في افتتاحية البطولة قدام الهلال بجون غريب جدا. انت كنت ممكن تشيل الماتش ده 3 على الاقل، بس الشناوي لولا ان هو كان مفوق شوية، اي نعم الجون كان غلط منه، بس الشناوي كان مفوق في لحظات كتير تانية من الماتش، لولا كده كان زمانك فعلا في خبر كان. وبعدها يجي اسوأ سيناريو ممكن يحصل، الاهلي بيخسر من صن داونز على ملعبه 5-2 بعد التعادل على ملعبنا في القاهرة 2-2، وتسوقت المرحلة جدا. بقى صعب جدا ان الاهلي يتصدر المجموعة، مش لازم نتصدر، على الاقل نصعد من دور المجموعات، بس برضو دي كانت صعبة جدا لان انت خسران ماتشين ومتعادل ماتش. على الاقل محتاج تصعد مركز تاني فرق اهداف. ده الحاجة الوحيدة اللي كانت ممكن تصعد الاهلي في الوقت ده بعد الخسارة المدوية من صن داونز ب5-2. وده مش اول مرة تحصل، حصلت في 2019 قبل كده، ودي ما كانتش حاجة حلوة اطلاقا. هنا الناس بدأت تقلق من كولر، هل كولر يعرف يمشي بالفريق ده ولا طريقته هي اللي غلط، ولا جايز هو عنده طريقة فعلا بس ما تنفعش هنا في افريقيا. وانا كنت برجح الاختيار الاخير، وهو ان كولر عنده طريقة وطريقته كويسة جدا، بس انت بتلعب في افريقيا، ظروف جوية مختلفة تماما عن اي دولة تانية، ظروف مناخية، ظروف الملعب نفسه بتبقى مختلفة عن اي فريق انت دربته في اوروبا. فهو كان عنده فكر بس الظروف ما كانتش مساعداه. من ساعتها وكله كان بيدعي ان الاهلي يعرف على الاقل يركز في الدوري والكاس. لو احنا مش هنعرف نصعد من افريقيا وخلاص هنخرج من افريقيا، نركز في الدوري والكاس بس عشان كولر مدرب عبقري فهم افريقيا بتتلعب ازاي. انت مش بتلعب في اوروبا، مش بتلعب بمبدأ يلا نلعب كرة حلوة، لا انت في افريقيا لازم تتعلم مبدأ الكلاحة. في افريقيا لازم الفريق اللي انت بتلعبه الحقيقة يكون متنرفز منك عشان خاطر ده هيطلع اسوأ ما فيه، فهو مش هيلعب كرة. هنا انت تقدر كمدرب عبقري ان انت تخلي الفريق بتاعك يلعب كرة على قفا الفريق التاني اللي انت خرجته عن شعوره اصلا في بداية الماتش. بس في معجزة، صن داونز بيتعادل مع الهلال علشان خاطر ما يبقاش في فرصة غير ان الاهلي يكسب
الهلال على ارضه باي نتيجه، المهم ما يخشش فيك ولا جون. وبعدها في ماتش عظيم جدا في استاد القاهره، الاهلي والهلال بيلعبوا، كل فريق بيلعب، ما اكدبش عليكم، كل فريق بيلعب عشان خاطر شرفه، مين اللي هيقدر يصعد من دوري المجموعات. وكانت الابر هاند مع الاهلي بعد ما كسب 3-0. الحقيقه احنا دوسنا على وشهم. انا ما كانش فارق معايا ان احنا نصعد من دور المجموعات على قد ما ان احنا نكسب الهلال، لان الهلال كانت فرقه رخمه، كل الجماهير بتاعت الهلال قاعده تقول زعيم افريقيا زعيم افريقيا، وكان في مشاكل كتير كانت دايره في الوقت ده. بس الاهلي كسب 3-0، ومن بعدها يمكن لغايه دلوقتي انا ما شفتش ولا واحد من جمهور الهلال اتكلم خالص. صعدت من دوري المجموعات، الحمد لله الدنيا بدأت تزهزه اهي. جه الاختبار اللي بعده لكولر، وهو كان ماتش نهائي كاس مصر ما بين الاهلي وبيراميدز، بعد ما بيراميدز صعدت على قفا الزمالك بضربات الجزاء. دلوقتي بقت المرحلة الى حد ما ممكن تكون صعبة، انت بتلعب نهائي مع الفريق اللي معمول اصلا علشان خاطر يبقى كلح عليك انت، بس مش عايز ان انت تخسر بطولة لصالح بيراميدز. مش هيفرق معاك ان هو ياخد البطولة دي من الزمالك من الاسماعيلي ايا يكن، بس المهم ان هي ما تخرجش بره الخزينة بتاعتك انت وتكون لبيراميدز. الحقيقه ان هو كان ماتش صعب جدا الحقيقه، وبالذات كانت على محمد الشناوي. محمد الشناوي كان ناسي تقريبا فكره ان هو ازاي يصد في المرمى، لدرجه ان الشحات ومعلول هم اللي كانوا بيشيلوا له الكور. كان ماتش صعب جدا من كل النواحي، ما اكدبش عليكم، لدرجه ان هي وصلت للاكسترا تايمز. ولكن بعد ما حمدي فتحي تطور وبقى يعتبر المهاجم الثاني في النادي الاهلي، يطلع يلعب كوره بالهيد، كانت كوره تقيلة جدا. الحقيقة هي دي اللي كانت كولر بيلعب عليها، دي الحركة اللي كولر بيلعب عليها من ساعة ما جه الأهلي. انت ارفع عرضية جوه المنطقة علشان خاطر حد من جوه استلمها، وكان اللي استلمها في الوقت ده كان حمدي فتحي، على أساس ان هو مهاجم وهمي علشان خاطر يدي الجون التاني والماتش يخلص ب2-1 بعد ما كانت ملحمة كروية الحقيقة ما بين الأهلي وبيراميدز في نهائي كاس مصر، والأهلي يتوج بتاني بطولة ليه مع كولر. وبعدها يجي الاختبار الثالث لكولر، ماتش السوبر اللي كان ما بين الأهلي والزمالك، ولكن الزمالك انسحب بحجة مشكلة كهربا والغرامة اللي كانت عليه اللي ما اتدفعتش. كانت حجة منطقية وقتها، لان ما اكدبش عليكم الزمالك لو كان لاعب الاهلي في المرحله دي كان الزمالك ممكن يخرج بنتيجه تقيله حبتين، بس يجي يعوض مكانه بيراميدز على حسب اللوائح والقانون. بيراميدز هي اللي هتلاعب الاهلي في ماتش السوبر. ما اكدبش عليكم الماتش ده كان صعب جدا، كان ماتش رخم جدا، لدرجه ان كان فيه خناقات كتير جدا، تقريبا كل ثانيه بيحصل خناقه، كل ثانيه في مشكله بتحصل من لعيب من بيراميدز او لعيب للاهلي، في مشاكل كتير كانت بتحصل اثناء الماتش. ولكن الاهلي كان ماسك كوره بشكل كويس، تقريبا الاستحواذ كان ممكن يكون 50% الاهلي 50% بيراميدز، بس من كتر صعوبه الماتش فعلا الماتش وصل لاكسترا تايم تاني عشان خاطر الكوره تخدم الاهلي، وتيجي ضربه جزاء اللي علي معلول سددها بكل رواقه علشان خاطر الماتش يخلص ب1-0 للنادي الاهلي، وكولر يتوج بثالث بطولة ليه مع النادي الاهلي. هنا كولر قدم اوراق اعتماده خلاص جوه النادي، انت كسبان بطولتين سوبر وبطولة كاس مصر اللي انت خسرتها السنة اللي فاتت اصلا من نادي الزمالك على ايد المدرب العظيم جدا الحقيقة ريكاردو سواريش. بس كولر طور كتير جدا في اداء النادي الاهلي، في اللعيبه بالذات. محمد هاني بقى مش مجرد ناشئ بيلعب جوه النادي الاهلي وموجود علشان خاطر يسد مكان حمد، لا، محمد هاني يعتمد عليه مركز اساسي في الملعب، بالذات بعد ما اكرم توفيق وكريم فؤاد الاتنين اتصابوا، انت ما بقاش قدامك اي اختيار تاني غير محمد هاني. وخالد عبد الفتاح اللي كولر جابه اعاره لمده 6 شهور، خالد عبد الفتاح كان كويس جدا، لعب قدام الزمالك بعدها في ماتش اللي كسبناه 3-0 اللي هنتكلم عنه. خالد عبد الفتاح لعب كمساك، مع ان ده مش مركزه، هو باك رايت، بس لعب برضه باداء كويس جدا.
بعدها الاهلي جاب مروان عطيه اللي هو ممكن تكون انجح صفقه الفتره الاخيره دي جت في تاريخ النادي الاهلي. خط وسط يعتمد عليه، بيدافع بيهاجم بيعمل كل حاجه في الملعب. خط الوسط بتاع الاهلي لو ما فيهوش غير مروان عطيه فانت تاكد ان مروان عطيه هيقوم بخط الوسط كله لوحده. حمدي فتحي اللي بقى بيلعب على اساس ان هو مهاجم رقم 2 بعد كهربا او محمد شريف في المركز الاساسي، بيخش وبيهاجم وبيعمل اسيستات. حمدي فتحي بقى عنصر اساسي من عناصر النادي الاهلي. كهربا اللي قعد فتره كبيره جدا في توقف، ما بيلعبش ما بيعملش اي حاجه، جه وعمل اهداف كتير جدا، وكل هدف منهم كان اهم من الهدف اللي قبله في كل البطولات اللي لعبها مع النادي الاهلي. وكولر بيرسي تاو اللي كان كل دقيقه بيتصاب، ما بقاش بيحصل الكلام ده في عهد كولر بعد ما اشتغل عليه بدني. حسين الشحات اللي كان خلاص الجماهير كلها عايزاه يمشي بسبب ان انت فعلا ما تستحقش الفلوس اللي اتدفعت فيك، بقى بيخش وبيجيب اجوان، وفي الضيقه ادينا شفنا عمل ايه مع صن داونز، الجون اللي كان جابه من الضيقه. بس كل لعيب بقى بيتطور. محمد عبد المنعم اللي بقى شايل الدفاع كله لوحده، ياسر ابراهيم اللي بقى مساند قوي جدا تقدر تعتمد عليه في ان هو يبني هجمه، كل الكلام ده. وطبعا ما تخلوناش ننسى علي معلول اللي الجيل ده دلوقتي بقى بيتسمى باسمه. الفترة دي من حياة النادي الأهلي لما هتيجي تتكلم هتقول جيل علي معلول، مش هتقول طبعا محمد شريف ولا كهربا ولا أي حد، هتقول جيل علي معلول. وطبعا الكابتن محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي اللي بقى يعتمد عليه ككابتن بجد، مش مجرد ان انت متخبط في مستواك وممكن ماتش تبقى حلو وماتش لا، بقى كابتن بجد، بقى عارف ازاي يسيطر على الفريق بتاعه، وفي نفس الوقت بقى بيبني هجمات، بقى احسن برجليه. اي نعم جت عليه فتره ما كانش عارف لسه يلعب برجليه، بس الكوره بتتطور. انت كحارس بقى مطلوب منك دلوقتي ان انت تعمل اسيستات وانت واقف في مكانك عادي. كولر طور كل لاعب من منظومة النادي الأهلي. نكمل في أفريقيا. دلوقتي أنت صعدت من دور المجموعات، أول ماتش هيبقى ليك قدام الرجاء، بس الحقيقة إن الماتشين ما كانوش صعبين جدا. أنت كسبت 2-0، أي نعم الماتش التاني كان ممكن يبقى رخم شوية، بس في الآخر أنت عملت اللي أنت عايزه، طلعت تعادل سلبي من غير ما يخش فيك أهداف خالص، وبتطلع لبعد كده عشان تلاعب الترجي التونسي في نص النهائي، بتكسب 3-0 من قلب ملعب رادس، ملعب نادي الترجي، بتكسبهم 3 في عقر دارهم، في حين ان انت كنت ممكن تطلع بنتيجة اكبر من كده بكتير، كنت ممكن على اقل تقدير تكسب 5 أو 6، بس مش مشكلة، انت طالع كسبان 3-0 ولسه عندك ماتش هنا الى حد كبير جدا محسوم عشان خاطر تكسب 1-0 من اداء كلح جدا للنادي الاهلي بعد هدف جابه حسين الشحات، والماتش خلص. علي لطفي هو اللي كان واقف في الماتش ده علشان بعد كده مصطفى شوبير هو اللي يمسك حراسة النادي الاهلي، عشان خاطر الشناوي كان مصاب وبرضه في نفس الوقت للراحة، وكان واخد كارت احمر في ماتش سموحة في الدوري، فكانت حاجة كويسة اصلا للشناوي علشان خاطر يريح شوية، برضو كان عليه عبء كبير جدا الفترة اللي فاتت. دلوقتي انت هتلاعب الوداد في نهائي افريقيا، وداد اللي خدت منك البطولة السنة اللي فاتت. مش هنقعد نتكلم دلوقتي على حوار الظلم ولا مش ظلم، بس دلوقتي الوداد خدت منك افريقيا السنة اللي فاتت، كسبت 2-0 على ملعبها، بس السنة دي البطولة مختلفة، النهائي رايح جاي، ماتش على ارضك وماتش على ارضي، النسب متساوية، كل الظروف مهيئة علشان خاطر الاهلي يثأر وياخد بثأره تاني علشان ياخد البطولة ال11 ليه. دلوقتي انت هتلعب النهائي اول ماتش على ارضك علشان خاطر تحصل حاجة هي غير متوقعة تماما، مش الشناوي هو اللي هيقف، لا، مصطفى شوبير الحارس الثالث في النادي الاهلي هو اللي هيقف في نهائي افريقيا، ودي كانت حاجة ممكن تكون فيها قلق شوية. احنا واثقين من اداء مصطفى شوبير، كان عمل ماتشات كويسة جدا في الدوري قبل النهائي، بس برضو انت بتلعب في نهائي افريقيا، دي كبيرة جدا، واول ماتش ليك افريقيا يكون هو النهائي على طول، خبط لزق كده، دي صعبة جدا، بس كان كلنا امل ان مصطفى شوبير هيعرف يطلعنا بالنتيجة المثالية من القاهرة، علشان خاطر طول الماتش تبقى انت كسبان 2-0، الوداد مش عارفة تعمل عليك هجمة، هي كورتين بس مصطفى شوبير تعامل مع الكورتين بشكل عظيم ونموذجي، علشان خاطر في اخر الماتش يجي فيك جون.
مش عيب من مصطفى شوبير تماما، بل كان خطأ من التغطية من محمد عبد المنعم وحمدي فتحي اللي كسل ان هو يرجع يغطي على المهاجم اللي داخل علشان خاطر هدف يخش في النادي الاهلي في الذهاب. ما بين ماتش الذهاب والاياب كان الجماهير بتاعت الوداد كانت بتصدر لك فكرة ان انت خلاص مش هتقدر تكسب، اصل كلها جون، لو الوداد جابت جون خلاص انت كده خرجت بره البطولة واهلا بيك في العقدة بتاعة الوداد، علشان كل ما تيجي تلاعب الوداد تبقى بتخسر معاهم في النهائي دايما. بس كولر ما كانش ماشي بالحسابات دي قوي. كولر كان ماشي بمبدأ ان انت كسبان 2-1. كان بيقول للعيبه ما تحاولوش تفكروا في فكره ان انتوا طالعين خسرانين، انتوا كسبانين 2-1 على ملعبكم، وده بيخليكم انتوا احسن منهم علشان خاطر تلعب في الاياب قدام الوداد على ملعبهم مركب محمد الخامس، الملعب اللي انت خسرت فيه البطوله الافريقيه السنه اللي فاتت اللي خسرتها بالظلم 2-0. دلوقتي انت قدامك فرصة عشان تثأر من جديد وتاخد افريقيا اللي غايبة عنك بقالها سنة. الحقيقة من بداية الماتش ما كانش فيه كورة بتتلعب، كانت كلها عبارة عن ان احنا جايين نرخم، احنا كوداد احنا جايين نرخم عليكم وانتوا بتلعبوا على ارضنا، عشان يخش جون غريب جدا من فاول ممكن تكون كورة ميتة تخش جون في الشناوي بعد خطأ يتحمله بنسبة 90% الشناوي و10% تمركز من اللعيبة. الحقيقة الشناوي هو اللي يتحمل خطأ الجون ده يعتبر بنسبة كبيرة بالكامل. ولكن كما وعدنا النادي الاهلي على فكرة اللحظات الاخيرة هي اللحظات اللي بتحسم البطولة. انت كفريق بتلعب الاهلي ما ينفعش ان انت تحتفل قبل الدقيقة 90، لو انت كسبان 1 2 3 ما تحتفلش، علشان خاطر هيجي الاهلي في الاخر ويلدعك جون انت مش هتبقى متوقعه نهائي. ويا محاسن الصدف علي معلول يرفع ركنية بالمقاس على دماغ محمد عبد المنعم علشان تخش بشكل غريب جدا، محدش كان فاهم ان الكرة دخلت الجون غير لما لمست الشبكة الحقيقة. ومن محاسن الصدف ان اول جون في البطولة دي في البطولة الافريقية كان جون عن طريق ان علي معلول رفع كورة لعبد المنعم عشان يحطها بدماغه. هو نفس فكرة اخر هدف في البطولة دي، علي معلول يرفع كورة لعبد المنعم علشان يسجلها جون. وهنا تيجي حفلة الستلانة. وكولر ياخد البطولة الرابعة ليه مع النادي الاهلي، اول بطولة قارية لكولر كمدرب، ودي حاجة كبيرة جدا. انت بتاخد افريقيا بالنادي الاهلي بعد ما كان الاهلي هو اخر مرشح للبطولة علشان ياخدها، بس الاهلي علشان هو الاهلي ياخد بطولة افريقيا ال11 ليه ويسبق بفرق كبير جدا عن اقرب المنافسين ليه وهو نادي الزمالك ب5 افريقيا بس. انت بتسبق بفرق 6 بطولات كاملين عن اقرب منافسين ليك جوه القارة. ولكن كان في حاجة بتطبخ على نار هادية طول الفترة اللي فاتت دي، كان في دوري شغال، ولكن كولر كان عامل حسابه على فكرة ان احنا طالما هنخش الدوري يبقى هنعمل روتيشن، اللعيبة اللي بتلعب في افريقيا هتبقى مختلفة عن اللعيبة اللي بتلعب في الدوري المحلي علشان خاطر اللعيبة دي ترتاح واللعيبة دي ترتاح. في الفترة دي الحقيقة كان في مؤجلات كتير جدا للأهلي لدرجة ان هي وصلت 7 ولا 8 تقريبا عن باقي الفرق، ولكن في الوقت ده كان الأهلي هو المتصدر جدول الدوري عن أقرب منافس ليه اللي كان ساعتها بيراميدز. لغاية دلوقتي الحقيقة الأهلي يفضل متصدر تقريبا لغاية آخر لحظة، ده غير ان انت لعبت في الدور الأول الزمالك وبيراميدز اللي هم أكتر فرقتين ممكن يكونوا صعبين، ولكن الحقيقة انت بتكسبهم سكور، كل فريق كنت بتكسبه 3-0. الحقيقة ان كولر كانت دي التريد مارك بتاعته ال3، كولر دايما كان بيكسب ب3. هحط لكم كام ماتش كولر لعبوا وكسبوا 3 ماتشات مهولة، و3 ده مش رقم قليل علشان تبقوا فاهمين، 3 ده صعب جدا ان هو يتعمل، ولكن كولر تاني عشان مدرب عبقري، مدرب جاي بطريقة وبعقلية ألمانية من عند فرق ألمانية، جه علشان خاطر يكسب بالأهلي كل البطولات اللي دخلها
ما عدا كاس العالم للانديه. لغايه دلوقتي كولر كسبان 5 بطولات مع النادي الاهلي، ولسه في حاجات كتير جدا ممكن يحققها. لسه في السوبر الافريقي، ولسه في كاس مصر، ولسه من يومين كنا بنحتفل بماتش الاهلي والزمالك اللي الاهلي كسبه من غير خط وسط تقريبا. مروان عطية اللي والده توفاه الله يرحمه، وعندك حمدي فتحي اللي اتباع لنادي الوكرة القطري علشان خاطر تلعبش غير بوإليو ديانج في خط الوسط بس. ولكن كان ماتش سهل الحقيقة، انت كسبت 4-1 قدام الزمالك. دخل 3 اجوان في الشوط واحد، والشوط التاني كنت سايب الكورة للفريق المنافس علشان خاطر تكسب 4-1 على الهادي. زي ما انا طول الفيديو ده قاعد بدي شاوت اوتس كتير جدا لكولر، عاوز ادي شاوت اوتس صغننه قد كده لمحمود الخطيب. محمود الخطيب اللي دايما كان بيبقى هو الرجل الخفي اللي بيلعب في الباك جراوند، هو اللي بيحرك القطع بتاعه الشطرنج بالراحه خالص وبهدوء من غير ما حد ما يسمع منه خالص. الراجل اللي جاب كولر بعد ما كانش حد مقتنع اساسا بكولر، الراجل اللي خلى الفرقه زي ما هي، ما جابش غير مروان عطيه بس علشان خاطر يظبط خط النص. الراجل اللي عمل طفره بجد في النادي الاهلي، الراجل اللي فعلا ما بيتكلمش غير في الاوقات اللي بتبقى محتاجه كلام، الراجل الممثل للنادي الاهلي باخلاقه وبمبادئه، اللي ما بيحبش يشتم ولا يعمل اي هرج ومرج زي المهرجين اللي بيبقوا ماسكين الانديه التانية. انت كرئيس لاكبر نادي في القاره، ومن اكبر الفرق اللي في العالم، ومن اكتر الفرق اللي واخده بطولات على مستوى العالم كله وعلى مستوى التاريخ ونادي القرن، محتاج ان انت تكون راجل بمسؤوليه كبيره جدا وتتحملها لغايه اخر لحظه انت هتبقى موجود فيها رئيس للنادي الاهلي. عشان كده انا بقول للكابتن محمود الخطيب بجد شكرا على اللي انت عملته للنادي كلاعب وكمدير وككل حاجة انت كنت بتلعبها جوه النادي ده. وبس في الاخر كل اللي انا عايز اقوله ان فعلا كولر مدرب عظيم جدا، ولسه في امكانيات جاية منه كتير جدا، بس لما نديله اللعيبة اللي هو محتاجها، زي المهاجم اللي احنا بقالنا قرنين مش عارفين نجيبه. بس انا متأكد ان كولر هيقدر يعمل مشوار تاريخي، والجيل ده هيبقى من الجيل العظيم اللي قدر يكسب بطولات تقيلة جدا وهيتكتب باسم كولر في الاخر. بس عرفوني رأيكم في الحلقة، ومتنسوش الشير واللايك والسبسكرايب. سلام.